انهي افضل، الوزر العاديه ولا الوزر المخفيه؟ علشان نعرف نقارن بين الوزر العاديه والوزر المخفيه يبقى محتاجين نعرف ايه هي فايده الوزره من الاساس. رقم واحد، بتمنع تريح الاساس على الحيطه، فبالتالي بتحافظ على الحيطه من الخدش اللي بيحصل في الدهانات. رقم اتنين، بتضبط افقيه ورأسيه السيراميك مع بعضه مع الوزره بدون ما ندخل الحيطه معانا. رقم 3، بتحافظ لي على الحيطه اثناء الغسيل، فبالتالي بتحافظ عليها انه يحصل فيها رطوبه من الميه، او اثناء الكنس فبالتالي بتحافظ لي عليها من الجزء السفلي من الاوساخ واي حاجه ممكن يحصل لها من المكنسه. طب ايه هي عيوبها؟ انه الناس ما بقتش تحب شكلها وانها بتلم الاوساخ فوق منها. الخلاصه، تعمل وزره عاديه ولا وزره مخفيه؟ الوزره العاديه عمليه وفي نفس الوقت بتحمي الحوائط بتاعتك من حاجات كتير، بس الوزره المخفيه ترندي وفي نفس الوقت بتحسسك باللاكتشري. ولكن لو ما كنتش عارف انه تكلفتها هي ضعف تكلفه الوزر العاديه ما تعملهاش، ولو ما كنتش عارف وان انت لازم تاسس لها من الاول ما تعملهاش. والحقيقه بقى انه شكلها في الفيديوهات مختلف عن شكلها في الحقيقه.